السلام عليكم. عايزين نعرف اللي هيوفي السوق الرياضي الفترة الجاية هتشهد انفرادة قوية جدا في سوق الانتقالات في مصر، وخصوصا نادي الزمالك اللي ما عندوش سيولة مالية حتى يدفع للعيبة، لكن اعتمادا على ال- رجال الأعمال هنشوف الزمالك هيعمل ايه في اللعيبة اللي عقودها بتخلص، ان هما بالمناسبة تمن لعيبة. الأهلي عاوز يستثمر ملايكنا، وخصوصا في موضوع أحمد سيد زيزو من أهم اللعيبة اللي موجودة في الدوري، أحسن لاعب في مصر تقريبا في آخر 3 سنين موجود في الدوري، عامل إنجازات مع نادي الزمالك كبيرة جدا. زيزو موجود في نادي الزمالك من 2019، ساهم في 8 بطولات، من أهم اللعيبة اللي الزمالك بيحاول اللي هو يجدد لها لأهميته قصوى في الفريق. كمان الزمالك فيه لاعب بيحاول الزمالك يشتري، وهو كامونجو المهاجم اللي كان في الزمالك وراح احترف في تركيا. كاسونجو من أهم اللعيبة الهجوم اللي كان موجود في الزمالك، لكن بروس الراجل عايز المهاجم بتاعه تاني. كمان محمود علاء اللاعب اللي مش راح نادي السواحلي لما عرف ان بروس رجع تاني فسخن عقد هناك. طبعا بالتواصل مع أمير حزم مجاهد، لاعب من أهم اللعيبة اللي كانت موجودة مع الزمالك، كان موجودين في كيمياء بينه وبين الونش. أيام جروس التحرير كان بيخليه هداف الدوري. طبعا هداف الدوري كان مدافع كمان، يبقى حاجة كبيرة جدا. طبعا بروس ضربات جزاء قليل جدا. كمان محمود علاء كان من أهم ذات النظر اللي كانت موجودة في تشكيلة جروس، مكونة من 13 لاعب فقط. حتى 13 لاعب دول كان فيه ماتش بين الزمالك والنجم الساحلي. النجم الساحلي كان ضاغط في الماتش التقليدي، مش خد طرد. عمر الساحلي يقوم، هو مش محتاج انه يعتمد على حد غير اللعيبة اللي معاه دي. 13 لاعب موجودين في ضد الزمالك بس. هنشوف الزمالك هيعمل ايه الفترة الجاية، فترة مهمة جدا. الزمالك هيحاول يحوش بكل ما يقدر عشان ياخد الدوري بلعيبة. شوف عمر فرج المالية بشلك ممكن يفسخ العقد بتاعه اللي هو ال- الإعارة، ممكن نرجع المجوء خد تاني. نشوف يمكن الكيمياء بتاعت مصر مش ماشية مع الكيمياء بتاعت السعودية. بتوع السعودية كان بيخدم عليه في الكورة في الملعب، لكن هنا في مصر صعب جدا تخدم على مشاريع في المكان اللي هو بيلعب فيه. مكان صعب. ممكن بالجهل مين ده لاعب جهل مين عمل اسيست. شوف في جيت الشمال مش عارفين اي حاجة، لكن هو في اليمين يعمل اسيست. وحظ وحش ان يجي يلعب على زيزو. زيزو لو جه الشمال هيعمل شغل حلو، قد هيعمل شغل حلو. خلي الشمال مصطفى شلبي، او تجيب محمد حمدي، انا ربنا يشفيه الام الثابت مكان احمد حمدي لو بقى لكش وينج شمال يعمل شغل حلو. فيهم عندك حبة حلوين أوي يعملوا شغل حلو جامد. فتوح لو لعب وينج شمال هيعمل شغل حلو جدا، وتنزل حد من المدافعين أو وينج شمال أو باك شمال. شوف اللي هيحصل المرة الجاية ايه، زي ما احنا قلنا محمود علاء وكمان معاك كمان كاسم. سلام عليكم.